يا مساء الورد والفل والياسمين والسعادة والجمال على حبايب قلبي وحبايب واقعية. وحشتوني جدا 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 من الحلقة اللي فاتت، وجاية لكم النهاردة بالحلقة الجديدة، وأتمنى من كل قلبي إنها تعجبكم، وأتمنى تكونوا مبسوطين بفكرة تنزيل حلقتين من نفس الرواية، وإن شاء الله الفكرة دي تعجبكم. بس عايزة أقول لكم يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا كلنا في التعليقات نصلي على رسول الله ونسمي الله ونشوف الحلقة النهاردة بتقول ايه. في الصالون الشيك كان في صمت تقيل بين الموجودين القليلين. الورق مفروش على الترابيزة الخشب اللي قدامهم، ونسختين من عقد الجواز مستنين امضاء أصحابهم. المحامي قاعد قصادهم، عينه بتتنقل بين الوشوش بترقب زي ما هو متعود. القريبين منه كانوا قاعدين ورا بيبصوا لبعض من غير كلام. لما عين ليلى جت على الورق تاني جفنها اترعش، وبصت لنديم بتوتر وقالت: هو الجواز العرفي ده رسمي يا نديم؟ ابتسم بهدوء وثقة ومد ايده عشان يمسك ايديها وقال بثقة: طبعا رسمي، وهنوثقه في المحكمة كمان، ما تقلقيش. صوته كان هادي وبيطمن، وفي نبرة حنان زيادة ما كانتش متعودة عليها. نظرتها ارتاحت بالتدريج واترسمت ابتسامة صغيرة على وشها. نادين مسك القلم ومضى، وبعدها المحامي بص لليلى: اتفضلي يا عروسة، امضي في خانة الطرف التاني، الاسم رباعي. اترددت لحظة وبعدين خدت القلم ومضت، وبعدها رفعت وشها وبصت له: طيب هو احنا مش هنبصم بالحبر الأزرق زي العريس والعروسة ما بيعملوا في الفرح؟ ضحك نديم وصوته رن في أركان الأوضة: مشكلتك يعني في البصمة؟ وبعدين بص للمحامي: معاك بصامة يا متر؟ المحامي ابتسم وطلع بصامة صغيرة من شنطته: معايا كل حاجة يا باشا، أوامر. ومدها ناحية ليلى: اتفضلي يا عروسة بصمي. ليلى حطت صباع إبهامها على البصامة وهي مبتسمة بفرحة طفولية، وبعدين طبعت بصمتها على النسختين. نديم عمل زيها بس عشان يرضيها، وبعدين بصلها وعينه مش بتفارق وشها: قوليلي نفسك في ايه تاني؟ طلباتك أوامر. بصت في الأرض من غير تردد، وابتسامتها استخبت ورا خدودها. سحبت منديل ورق عشان يمسح عصير الحبر من على إبهامها الأول، والمحامي أمن مكانه وخد العقدين وراح ناحية الشاهدين ومضى كل واحد في دوره من غير ولا كلمة. ليلى كانت لسه موطية راسها وخدودها حمرة من كتر الكسوف وعينيها بتهرب. المحامي رجع للترابيزة، جمع ورقه في شنطته، وقام وهو بيقول باحترام: عن إذنك يا باشا، لو تسمح لي ألحق أمشي عشان أوصل الأوراق دي لمكتبي، وإن شاء الله الصبح هكلمك. ألف ألف مبروك يا نديم باشا، مبروك يا عروسة، تتهنوا يا رب. نديم شكرهم كلهم بابتسامته الفاترة: شكرا يا رجالة وألف شكر، نورتوا. ووصلهم كلهم لحد باب الشقة ورجع لليلى بخطوات هادية، مدلها إيده فبصت له بكسوف قبل ما تحط كفها الصغير في إيده الكبيرة الدافية. شدها بالراحة عشان تقف قدامه، مسك إيديها التانية ورفع راسها عشان عينيهم تتقابل في صمت مليان مشاعر، وقال بصوت واطي: مبروك يا حياتي، بقيتي مراتي خلاص يا ليلى. كسوفها زاد أكتر وابتسامة متوترة اترسمت على شفايفها، بس ما لحقتش تروح لما همست له بارتباك: أنا أنا خايفة يا نديم. خايفة وانت معايا؟ خايفة من ايه؟ خايفة من اللي عملناه، بابا لو عرف كان ممكن نقوله على الأقل. ليلى حبيبتي، قلتلك إن الظروف دلوقتي ما تسمحش إن أي حد يعرف، حتى عم. وبعدين لما حاجة هقوله مش هقوله إن احنا اتجوزنا من وراه، أنا هطلبك منه رسمي، وهنتجوز تاني قدام الناس وعلى إيد مأذون. نتجوز تاني؟ هو ده ينفع؟ أيوة طبعا ينفع. احنا النهاردة كتبنا عقد مدني رسمي، ده بيكون موثق ومعترف بيه في الدولة. أما الجواز الشرعي اللي على إيد مأذون ده للشكليات، وأنا فهمتك وشرحتلك. أول ما أخلص من جوازي من رندا هنكون مع بعض قدام الدنيا كلها. أنا اتجوزتها وكنت فاكر إني بهرب من مشاعري ناحيتك، أتاريني اتورطت بقلبي معاكي أكتر، لكن خلاص ما بقيتش قادر.
وعشت معاها تقريبا انتهت. كل اللي طالبه منك إنك تثقي فيا أكتر وتعرفي إني استحالة أضرك. كلامه دخل قلبها بسهولة، وزي عادتها صدقته، فالتوتر راح من عينيها وابتسمت له من جديد. أنا بثق فيك أكتر من نفسي، طول عمري بثق فيك وأنت عارف. بدلها الابتسامة وقرب منها أكتر. عارف، أنا بحبك. ليلى ما لقيتش حاجة تقولها، وقفت مكانها مستسلمة بين إيده لحد ما قرب بوشه وهو ماسك وشها بإيده. لمس شفايفها في بوسة هادية رقيقة في الأول، وبعدين زادت شوية بشوية. ده شيء بتجربه لأول مرة، غير إنها محظوظة جدا عشان الراجل ده اللي بتحبه وما حبتش ولا هتحب غيره، وهي واثقة من كده تمام الثقة. جفونها تقلت لوحدها، وخبرة نديم كانت هي اللي بتقودها. لما حست بلمساته بتستكشف جسمها لأول مرة بطريقة مختلفة محدش عملها قبل كده. بعد عنها لما حس إنها عاوزة تتنفس. تعالى أوريكي أوضة النوم. بس ليلى رفعت إيديها ومسكت كفه وهو بيتحسس وسطها وبيشدها في نفس الوقت، فقالت بسرعة: نديم من فضلك، مش هينفع. ليه مش هينفع؟ معلش، أنا مش جاهزة، مش المرة دي لو سمحت. سكت لحظة وخد نفس عميق ورجع لورا بهدوء وساب إيده من على وسطها، وبعدين قال بلهجته الباردة: ماشي يا ليلى، بس يا ريت تجهزي في أسرع وقت، عشان أنا مش هقدر على كده كتير. معاكي كام يوم مش أكتر، فاهمة؟ هزت راسها فمد إيده ولمس شفتها اللي تحت بإبهامه، وبعدين ميل عليها تاني وكأنها بتتسحب من العالم. وبعدين أخد الجاكيت بتاعه من على الكرسي ولبسه بسرعة. بص لها وقال لها بنبرة أمر ناعمة: يلا بينا هنرجع البيت. ليلى وقفت عند الباب قبل ما يفتحه وقالت بصوت واطي: استنى دقيقة بس. وراحت ناحية مراية متعلقة في جنب المدخل، عدلت البلوزة بتاعتها بسرعة وفتحت شنطتها الصغيرة وحطت لمسة خفيفة من الروج ومشت إيديها على شعرها عشان ترتبه تاني بدقة. وبعدين لفت ناحيته تاني، لقيته واقف زي ما هو بيراقبها بصمت، بيبتسم لها بنظرة كلها حب. مدلها إيده تاني فابتسمت ومسكتها، والمرة دي صوابعهم اتشبكت في بعض كأنهم بيحضنوا بعض بإيديهم. خرجوا من الشقة ونزلوا الشارع. فتح لها باب العربية ولف وركب ناحية السواق ودور الموتور، بس قبل ما يطلع سمع ضحكة واطية جنبه. بصلها باستغراب وسألها: بتضحكي عليه؟ مش مصدقة اللي حصل. لحد امبارح كنا بنتعامل على إننا ولاد عم واخوات، دلوقتي احنا متجوزين فعلا. ابتسم ومسك ايديها وقال بهدوء: لا صدقي، عشان دي الحقيقة الوحيدة في حياتي. صدقي عشان انت حب عمري. أنا ما حبيتش غيرك يا ليلى، وكنت بتعذب وأنا مش قادرة أصارحك ولا عندي أمل نكون سوا. من امتى اكتشفت انك بتحبني يا نديم؟ ازاي حبيتني؟ انت بتسألي كتير، ما تخافيش، هجاوبك على كل الأسئلة دي وأكتر قدامنا الوقت العمر كله. أنا مش هسيبك أبدا يا ليلى، تفضلي جنبي وتحت جناحي لحد ما أموت. بعد الشر عليك. وبعدين مسكت إيده وباست كفه من جوه برقة، بصلها بحنان ومسح على خدها بنفس الكف قبل ما يبعد شوية ويطلع بالعربية ناحية البيت. ولما وصلوا وقف العربية قدام البوابة، نزلوا منها ومسك دراعها بالراحة وهو بيوقفها في الحوش وقال بلهجة تحذير: ليلى، مش محتاج أكرر وأكد عليكي، اللي حصل النهاردة ده سر بيني وبينك، ما ينفعش أي حد يعرفه، حتى نوران. سمعاني؟ هزت راسها بطاعة فابتسم برضا ودخل قدامها لجوه. وفي أوضة السفرة العيلة كلها متجمعة. ليلى ونديم سلموا عليهم والكل رد التحية، وبالذات لقى عروسة العيلة المنتظرة: نديم باشا، ابن عمي المهم اللي مش فاضيلي خالص ولا كأني عروسة. لقى عملت نفسها زعلانة: أنا فضي نفسي مخصوص عشانك يا لمضة انتي، وبعدين أنا قلتلك جهزي كل طلباتك وأحلامك كمان، وليك عليا أنفذ كل اللي انت عايزاه. ايه رأيك بقى؟ يخليك ليا يا رب، أخويا الكبير بصحيح. أخوها لسه دخل وهو بيهزر: أيوة هي دي لقى، مصلحجية أوي يا حبيبتي. خبطته في كتفه والعيلة ضحكت، لكن مهران بص لنديم بنظرة حذرة فيها سؤال مستخبي. نديم فهم رسالته فرد عليها بنظرة بتطمن قبل ما يسأل عادي:
رندا مش موجودة؟ طلعت أوضتها من شوية يا حبيبي، قالت هتستناك لما ترجع عشان تتغدوا سوا. نديم اتنهد وبص بصة سريعة على ليلى، لقاها بتبصله بضيق وكأن الغيرة قرصت قلبها لما سأل عن مراته. ابتسم لها بلطف وقعد على راس السفرة. بصراحة أنا جعان جدا ومش هقدر أستنى دقيقة كمان. حد من الخدم يطلع لها يقول لها إن أنا وصلت وبتغدى معاكم. عاوزة تنزل أهلا وسهلا، مش عاوزة براحتها. ليلى قعدت هي كمان في مكانها المعتاد، بتحاول تمنع ابتسامة صغيرة من إنها تظهر على وشها، وقالت لباباها وهي بتاخد شوربة من الشغالة: بابا لو سمحت أنا هخرج كمان شوية وهاخد فضل السواق معايا. مهران لسه هيقوم يرد، نديم قطعه: رايحة فين يا ليلى؟ بصت له بارتباك وهي حاسة بسلطته الجديدة عليها، كانت عايزة تضايقها بتمرده. كنت محتاجة يعني أروح البيوتي سنتر، ده معادي بتاع كل شهر. وبصت له بنظرة ليها معنى. هو ما بانش على أي تأثر، فقال بنبرة حازمة: الوقت متأخر يا ليلى، ولما تخلصي وترجعي هيتأخر أكتر. كلمي البيوتي سنتر يبعتلك أي حد وأنا هحاسبها كويس. قلبها اتهز لأسباب كتير، ما قدرتش إنها ترد، فهزت راسها ورجعت تاكل. فضلت كده طول الوقت على السفرة عشان خافت لو حد بص في وشها يعرف اللي حصل. نسمات المساء كانت بتعدي من شجر الجنينة بتاع قصر آل نصر الدين. سليمان كان ماشي في الهوا مع ابن عمه طاهر، خطواتهم هادية لكن التوتر كان مالي الجو بينهم. سليمان قال بنبرة حازمة: أبوك كأنه كبر وخرف يا طاهر، أنا دمي فاير زي العيال الصغيرة اللي شبطانة في لعبة. هو نسي البت اللي عايز يقويها دي جت ازاي؟ نسي إنها بنت حرام. انت كمان مش موافق على اللي بيعمله، بس في الآخر ده رياض نصر الدين، عمر ما حد كسر له كلمة، واللي في راسه هيعمله. أيوة عارف إنها بنت حرام، بس زي ما قلت يا سليمان، شبطانه معرفش ليه عنده بدل الحفيد 10 رجالة وبنات. سليمان وقف فجأة ولف عشان يواجه ابن عمه وحط ايده على كتفه: اللي أبوك عمله النهاردة ده غلط كبير. البت دي ملهاش مكان وسطينا ولا ينفع تاخد اسمنا، تبقى فضيحة بجلاجل يا واد عمي. ترضاها لي؟ ده أنا عمدة البلد، وبكرة هنبقى نسايب أنا وإنت، بنت شهد وابنك زين. طاهر اتنهد: وأنا في إيدي إيه بس يا سليمان؟ وأنا أقدر أمنعه يعني؟ من ساعة ما دهب ماتت وهو ما شالش البت من راسه أصلا. دلوقتي مش هيهدى غير لما ترجع. سليمان بصله بصة طويلة: بس المرة دي اللي عاوزه عمي مش هيحصل. إزاي يعني؟ يعني اللي ناوي عليه هيتعمل، بس بطريقة مختلفة وبترتيبات تانية خالص، وأنا اللي هكون مسؤول عن ده. طاهر سكت وعينه بتراقب ملامح سليمان اللي بقت أنشف، كأن القرار اتخذ وخلاص مفيش رجوع. خبيرة التجميل دخلت أوضة ليلى اللي استقبلتها بابتسامة خفيفة. الأوضة كانت مترتبة وريحتها ورد. ليلى قفلت وراها الباب وشاورت على الترابيزة اللي فيها كل الحاجة: بصي بقى يا دودي، أنا عايزاكي تخليني زي البيبي، عايزة أبص في المراية معرفش نفسي. انتي الله أكبر مش محتاجة أصلا، بس يلا بينا. حطت شنطتها وقالت للمساعدة تبدأ تجهز. خدت ليلى لحمامها وكان في حمام بخار للجسم ريح عضلاتها المتوترة، وبعده جلسة ماسكات بريحة اللافندر والعسل وعناية بإيديها ورجليها وباديكير ناعم. وبعدين خرجوا وخدت شعرها عملته ويفي كان نازل على كتافها بنعومة. الخبيرة رفعت حواجبها وبصت لها باستغراب: هو انت عروسة ولا ايه يا لولو؟ ليلى ارتبكت وبصت في الأرض وبعدين رفعت راسها بسرعة: لا عروسة ازاي؟ وبعدين يعني ده سكين كير وعملت شعري، مفيش يعني بنات عادية بتعمل كده؟ لا طبعا في بنات كتير بيعملوا كده، بس أول مرة ألاقي واحدة بالحماس ده، كأنك عروسة ورايحة لحبيبك. ليلى مردتش، بربشت بعينيها وبس، ومن جواها كانت عارفة إن الست عندها حق، هي فعلا عروسة، فعلا بتجهز عشان نديم ولازم يشوفها في أحلى شكل وأجمل من كل البنات اللي عارفهم. الخبيرة خلصت ولمت حاجتها وقالت وهي ماشية: يلا يا لولو باي باي بقى، وبالمناسبة الحساب وصل من زمان، نديم باشا دفعه بزيادة. ليلى ابتسمت لها وفضلت بصلها لحد ما خرجت هي والمساعدة، وأخيرا ليلى بقت لوحدها. وقفت قدام المراية
وهي لابسة بيجامة قصيرة ستان كان لونها أوف وايت، جسمها بيلمع وبشرتها نورت وشعرها كان نازل على وشها اللي فيه ابتسامة عريضة. قعدت تلف حوالين نفسها قدام المراية بتشوف جسمها كأنها بتشوف نفسها لأول مرة. ريحة الأوضة كانت كلها عطرها، أنوثة مالية المكان. وفجأة باب الأوضة اتفتح، لفت بسرعة وخدودها ولعت نار، واتفاجئت بنديم واقف عند الباب بيبص لها وهو مبهور وساكت. وفجأة شافته بيدخل وبيقفل ورا الباب. نفسه كان تقيل وعينه بتتفحصها بجرأة، وقال في الآخر بصوت واطي: أنا غيرت رأيي، مش هسيبك كام يوم، انتي بتاعتي الليلة دي. ودور المفتاح في القفل، قرب منها بسرعة وهي واقفة مكانها مش مستوعبة اللي بيحصل، بسها على طول من غير مقدمات، لكنها ما نطقتش ولا كلمة. رجعت لورا تحت ضغطه لحد ما رجلها خبطت في السرير. نديم مش هينفع، أرجوك إحنا مش لوحدنا. لكنه ما وقفش، كان مصمم وعنيد بياكلها بنظراته وصوته اللي دخل جواها: كل ده عشاني صح؟ انت عملت كل ده عشاني وليها؟ بدأت تنهار. أيوة عملت كل ده عشانك. الكلمة كانت كفاية إنها تولع النار جواه، وبدفعة واحدة نامت على السرير، وفي لحظة كان قريب منها. ده جنون حقيقي، أحداث سريعة تخلي الواحد مذهول، مدهشة والعقل مش مصدقها. قرب منها أكتر وصوابعه بتمشي على قماش البيجامة. صوتها اتهز تاني وهي بتترجاه بكسوف: نديم عشان خاطري كفاية، اللي بتعمله ده غلط، ما ينفعش، أي حد ممكن يدخل. تخافيش، طول ما أنا هنا محدش يقدر يدخل أو يقرب. ليلى استسلمت لجوزها نديم، جسمها بين إيده بقى ضعيف، كأن كل المقاومة اللي فاتت طارت في الهوا. عينه كانت كلها رغبة، بتقول كل اللي مخبياه من سنين. أمن جنبها وقلع التيشيرت الأسود بحركة واحدة بس، وما قدرتش غير إنها بتتابعه. راقبت حركاته وهي بتشهق من غير ما تحس، وما قدرتش غير إنها تتابعه بعينها وبجسمها. رجع لها بثقة راجل بيملكها، لمسة، بوسة، وبعد ثانية بيشيل كل الحواجز اللي بينهم، كأنه بيشيل اللي باقي من حذرها. كانت بين إيده كأنها بتسيح، كأنها بتتشكل من جديد بالراحة. قرب من ودنها وصوته كان دافي: اهدي خالص، لحظة وهتعدي والوجع مش هيستمر، أوعدك. كلماته كانت بتطمن، لكنها أربكتها. فتحت بقها عشان تسأل وتفهم وجع اللي بيتكلم عنه، بس لسه هتنطق. حست بشعور سريع ومفاجئ، شهقة مترددة، وجسمها اتنفض لحظة كأن حاجة مش متعودة عليها بدأت تحصل. لكنه ما كملش عشان الباب خبط خبطة واحدة، لأ ده 3 خبطات ورا بعض. كان الوقت وقف والبرد دخل الأوضة فجأة. ليلى اتنفضت وقلبها دق جامد، وكأن سرها اتكشف. عينيها وسعت وبصت لنديم: ونكمل بكرة.